في أي حرب لازم تكون عارف عدوك كويس أوي، وإلا ما تلومش غير نفسك. مساء الخير، أنا مصطفى محمود. أهلا بكم في المغارة. قصة النهاردة بعنوان الغرفة 13، قصة مؤلفة من كتابة ليزا زغلول، مؤثرات صوتية مصطفى المصري. مبدئيا كده، يا ريت لو انت مش مشترك عندي في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويا ريت ما ننساش نعمل لايك وكومنت وشير. ودلوقتي تعالوا نعرف ايه حكاية الغرفة 13. أنا عدن النجار، من مواليد محافظة العريش. بس للأسف احنا مقيمين في مكان تاني لأنه بسبب شغل أبويا وأمي بنحتاج كل فترة نغير مكان إقامتنا على حسب توزيعات شغلهم. أنا في سنة رابعة جامعة كلية آداب قسم لغات شرقية، وحيدة وانطوائية، وحط تحت وحيدة وانطوائية دي 1000 خط من دلوقتي. احنا ساكنين في المنطقة هنا من 4 شهور بالظبط، والحكاية كلها بدأت معايا في فترة الامتحانات. كنت بخرج أشم هوا في البلكونة لما بتخانق من المذاكرة، وباخد كوباية الشاي بتاعتي وأدخل أغير جو وأفصل شوية. صحيح الفيوق بتاع البلكونة بيطل على مستشفى، لكن مش مهم، مع الوقت بدأت أتعود. بس لفت نظري عربيات الإسعاف الكتير اللي بتدخل المستشفى كل يوم من بعد العشاء، لدرجة إني فكرت إن المستشفى دي مخصصة بس للحالات الطارئة. ما أنا برضه مش بشوفها تستقبل أي حالة بالنهار، ومفيش حد خارج ولا داخل غير عربيات الإسعاف. حتى اسم المستشفى مش مكتوب عليها. بدأ الموضوع ياخد أكبر من حجمه بالنسبة لي. حتى وأنا بذاكر كنت ببقى مركزة قوي مع صوت البوابة بتاعة المستشفى اللي بيفتحوها كل يوم في نفس الميعاد، وتفضل عربيات الإسعاف داخلة خارجة. أصلا البوابة وهي بتتفتح ليها صوت عالي ومزعج قادر يلفت انتباه أي حد، بس تقريبا الناس كلها هنا متعودة على الصوت ده. يمكن أنا بس عشان لسه ناقلين جديد فمستغربة الوضع شوية. حاولت أكبر دماغي وأركز في مذاكرتي وخلاص، أصل كلها كام يوم وخلص امتحانات وتبدأ الأجازة المملة. وفعلا خلصت الامتحانات وبدأت فترة الملل. في أول أسبوع كنت بنام ليل نهار، يا دوب بقوم آكل لما أجوع وبعدها أرجع أنام تاني، عشان كنت بطبق وبسهر كتير أيام الامتحانات، فجسمي محتاج يرتاح. أمي بتروح شغلها اللي في نفس المنطقة، أما أبويا فشغله في مدينة بعيدة شوية عن المنطقة اللي ساكنين فيها، فبيضطر يجي كل أسبوع مرة واحدة بس عشان الطريق صعب وبياخد وقت طويل. بدأ نومي يتظبط على وضع الأجازة، نوم طول النهار وسهر طول الليل. كنت بقضي الليل كله قدام التلفزيون أو على اللابتوب، بس كان برضو الوضع العام ممل. ماما بترجع من الشغل تاكل وتتكلم في التليفون شوية مع جدتي وشوية مع خالتي، وبعدها بتدخل تنام. وطبعا أغلب الأيام بتجيب الأكل معاها من أي مطعم وهي جاية. وبسبب الوحدة دي ما كنتش بلاقي حاجة أعملها، فكنت بقف في البلكونة أوقات كتير أفضل أتفرج على اللي رايح واللي جاي. تضييع وقت، أجازة بقى وفراغ. ولما عيني كانت بتيجي على المستشفى كنت بحس ببرودة شديدة في جسمي. كل نور المستشفى كان بيتقفل الساعة 12 بالليل، ما عدا أوضة واحدة بس لاحظت إن نورها بينطفي كذا دقيقة ويرجع يشتغل تاني. لفت انتباهي إن في حد كان بيبقى واقف في شباك الأوضة دي وبيشاور، فبصيت حواليا ولما اتأكدت إنه بيشاور لي خفت وجريت جوه أوضتي. قفلت باب البلكونة، قعدت على السرير وأنا برتعش. قررت وقتها إن الصبح هطلب من أمي تبدل معايا أوضتها، بس هي فين أصلا؟ أنا مش بلحق أقعد معاها. لما صحيت الصبح كنت هديت، عملت نفسي ناسية كل حاجة، وقررت أفضل في أوضتي وما سيبهاش. وقلت يمكن حد لاحظ إني بقف في البلكونة وقال لي عاكس مش أكتر. كنت مستغربة قوي، مش عارفة إيه اللي خلاني خاف كده امبارح. عادي يعني، ده مجرد واحد كان واقف بيستخف دمه مش أكتر. أنا أهلي طول الوقت في شغلهم، نادر لما بيقضوا وقت معايا. اتعودت على الوحدة من وأنا في رابعة ابتدائي، وتقبلت الموضوع عادي جدا لحد ما دخلت الجامعة، وبدأت أشوف زمايلي وهم بيتكلموا عن خروجاتهم مع أهلهم، مصايف وفسح ونوادي.
وأنا أوقات كتير بشوف أهلي أول يوم في العيد بالعافية، ده لو وقتهم كان يسمح يعني. دكاترة بقى وعليهم مسؤولية كبيرة، بس أنا كمان جزء من المسؤولية دي. اتكلمت معاهم أكتر من مرة وطلبت منهم يقضوا وقت أطول معايا، بس كل كلامي كان بيطير في الهوا وملوش أي فايدة. في مرة كنت بقلب في الفيس ووقفني خبر عن حادثة حصلت لطفل. الخبر بيقول إن الحادثة حصلت بعدنا بكذا شارع في نفس المنطقة بتاعتنا. كنت بقرأ التفاصيل وحاسة إن قلبي بيوجعني على الطفل ده. في نفس الوقت سمعت صوت بوابة المستشفى وهي بتتفتح. أنا بيني وبين المستشفى دي شارع تقريبا كده عرضه 30 متر. وقفت في البلكونة وحاولت أتأكد هو ده الطفل اللي قرأت عنه ولا لأ، بس اللي كان نازل من عربية الإسعاف مش طفل على نقالة، لأ، ده كان تابوت. بلعت ريقي بصعوبة وقررت أدخل أوضتي، بس رجلي كانت متثبتة في الأرض ورافضة تتحرك كأنها هي اللي بتتحكم فيا مش أنا اللي بتحكم فيها. فضلت واقفة وعيني على التابوت لحد ما دخل المستشفى، وبعد كده واحد من بتوع الإسعاف وهم خارجين وقف ثواني ودار بينه وبين زميله نقاش، ولقيته بعدها بيبص فوق. عينيه جت في عينيا، حسيت بكهربا ماشية في جسمي كله وساعتها وقعت على الأرض. كنت حاسة بوجع رهيب في جسمي. بدأت أتحرك يمين وشمال لحد ما وقعت من على السرير. سرير؟ سرير إزاي؟ معقول أنا كنت بحلم؟ أول حاجة عملتها عشان أتأكد إذا كان ده حلم ولا حقيقة إني لفيت في الشقة كلها وقلت أشوف أبويا أو أمي لو حد فيهم كان راجع من الشغل ونقلني من أرضية البلكونة، بس ما لقيتش حد غيري في الشقة. كمان باب البلكونة كان مقفول، حتى باب الشقة هو كمان كان مقفول. اللي هيحسم كل ده خبر الحادثة، لو لقيته يبقى كل حاجة حصلت فعلا. فتحت الموبايل وبدأت أدور على الخبر، خدت ساعتين ونص بحث وفي الآخر ما لقيتش أي خبر بيتكلم عن الحادثة. اتأكدت ساعتها إن اللي حصل ده كان كابوس بس واقعي شوية. الجو كان حر جدا، فتحت باب البلكونة وقررت ما ادخلش، بس هسيبه مفتوح يدخل هوا. وكانت كل حاجة عادية، بس استغربت إن مفيش صوت إسعاف النهاردة ولا حد دخل وخرج كالعادة. الفضول لعب بيا وقتها وقربت من البلكونة. وقفت أبص على المستشفى، كلها كانت غرقانة في الضلمة. وفجأة نفس الأوضة بتاعت كل مرة نورها اشتغل، بس المرة دي ما اتطفاش. كان في حد واقف ورا ازاز الشباك بيشاور لي، ومرة واحدة ظهر شخص تاني من وراه وشده وبدأ يضرب فيه. كان باين انه بيستغيث. ما قدرتش امسك نفسي، نزلت في ارضية البلكونة وفضلت اراقب اللي بيحصل وانا حاطة ايدي على بقي وكاتمة نفسي. عينيا كانت مليانة دموع، مش مستوعبة ايه اللي بيحصل في الشخص اللي في الأوضة دي. مش هكدب، انا فكرت اتصل بالنجدة وابلغ عن اللي شفته، بس رجعت وقلت بلاش ادخل نفسي في مشاكل انا في غنى عنها. قضيت الليل كله قاعدة في أرضية البلكونة وعيني على نفس الأوضة اللي في وشي لحد نورها ما اتطفى، ومعرفتش حاجة عن اللي كان بيشاور لي منها. كنت خايفة يكون الشخص اللي ظهر وراه ده قتله. قفلت البلكونة وحلفت إنه مهما حصل مش هفتحها تاني. أمي رجعت من شغلها أخيرا بعد دوام يومين كاملين في المستشفى اللي بتشتغل فيها. طلبت منها إن أنام معاها عشان هي وحشاني. استغربت طلبي، بس قلت لها كبيرة كبيرة وخايفة أنام لوحدي، عادي بتحصل. وافقت، وساعتها نمت جنبها. نمت وأنا مطمنة، لكن فجأة السرير اللي كنت نايمة عليه اتبخر. حيطان الأوضة اختفت والغطا اللي كان عليا اتشال. وكنتش عارفة أنا فين ولا إيه اللي بيحصل لي، بس فجأة في نور اشتغل وشفت حد بينه وبينه لوح إزاز زي ما يكون شباك. الحد ده كان بيخبط دماغه وكفوف إيديه في الإزاز جامد، كان منظره يخض. رجعت لورا شوية لحد ما خبطت في حاجة ناعمة، بصيت عليها لقيتها لوح إزاز تاني، وبرضه كان نفس الشخص بيخبط على الإزاز بإيديه ودماغه. معرفش في إيه، بس هو أكيد عايز يوصل لي رسالة لكن أنا مش فاهماها. سمعت صوت دوشة عالية، كان في كلام بيتردد في المكان عن طريق مكبر صوت، بس أنا مش قادرة ألقط منه أي حاجة. غمضت عيني وفتحتها، لقيتني في حضن أمي بصرخ وماسكة فيها جامد. بصيت لوشها اللي كان مليان فزع وهي بتحاول تهديني وتفهمني إنه كابوس وعدى. خدت وقت طويل على ما فقت. فضلت صاحية طول الليل وهي نامت جنبي، كانت كل شوية تقوم تطمن عليا وتنام تاني لحد ما راحت في النوم خالص. صحيت الصبح وكانت مستغربة إني لسه قاعدة بنفس الوضع، فطبطبت عليا وقالت لي نامي يا عد، كده عينيكي هيبقى تحتها هالات سودا كتير.
مش عارفة انام والله يا ماما. طب فكريني وانا نازلة الشغل اديكي قرص هيساعدك تسترخي وتنامي. بجد يا ماما؟ ايوه يا قلب ماما، انا هقوم احضر الفطار وانت يلا قومي فوقي كده. بعد الفطار امي دخلت تلبس علشان تنزل شغلها، ولما خرجت من اوضتها ادتني قرص وقالت لي اخد نصه بس عشان ما نامش كتير. وبعد ما هي مشيت خدت القرص كله ودخلت نمت في السرير. ما كنتش عارفة انام، حاسة ان قلبي بيدق بسرعة قوي، صداع فظيع هيفرتك دماغي. حسيت اني مش قادر اخد نفسي. دورت على الموبايل عشان اتصل بامي تلحقني بس ما لقيتهوش. كنت بموت حرفيا، روحي كانت بتتسحب مني. شديت اول تيشيرت جه في ايدي ولبسته ونزلت من البيت. انا معرفش حد هنا ولا ليا صحاب في المنطقة، مفيش قدامي غير المستشفى، كان بيني وبينها شارع. يا دوب عدى الطريق هبقى قدام بوابتها، بس المسافة من فوق كانت قصيرة قوي. انا كل خطوة كنت باخدها ناحية البوابة كنت حاسة انها بتاخد سنة من عمري. كنت ماشية دايخة وبتطوح. يا دوب وصلت لباب المستشفى ووقفت قدام الحارس، وحسيت ان الدنيا خلاص بتضلم في وشي. مبقتش قادرة استحمل، ومرة واحدة وقعت وفقدت الوعي تماما. كنت سامعة صوت حد بيحاول يفوقني، وشميت برفيوم غريبة. فتحت عينيا وانا حاسة ان جفوني بتتشد لتحت غصب عني. نور جامد ضرب في عيني، وسمعت صوت بيقول علقوا لها محلول وحطوها تحت الملاحظة. الحمد لله، انا في امان. جسمي كله كان رافض يفوق ومستسلم للنوم. عقلي لوحده اللي كان بيحارب، وفي الاخر استسلم هو كمان، وساعتها نمت نوم عميق ما نمتوش في حياتي كلها قبل كده. حركت وشي عشان ابعده عن الحاجة اللي بتخبط فيه. فتحت عيني ببطء، لقيت في ايد على وشي. اتنفضت وقمت مفزوعة. كانت الممرضة بتحاول تفوقني. اتنهدت بعمق وحمدت ربنا ان مفيش حاجة وحشة. اعتذرت لها، وبعدها ضحكت في وشي وقالت لي ولا يهمك، انت اسمك ايه؟ احنا ملقناش معاكي اي اثبات شخصية. اسمي عدن. انا فعلا تعبت فجأة ونزلت من البيت من غير البطاقة. اسفة، بس ممكن موبايل اتصل بماما تيجي تدفع فلوس المستشفى وتجيب بطاقتي؟ حاضر، هحاول اشوف لك موبايل لان الموبايلات ممنوعة في المستشفى. ممنوعة؟ اه، عشان الذبذبات والمرضى وكده. تمام. تمام يا عدن، الدكتور هيلف كمان شوية وهيجي يبص عليكي. خرجت بعد الجملة دي وسابتني في الأوضة. بصيت حواليا ولاحظت إن الحيطان لونها غريب. هي مش قديمة قوي بس برضه مش جديدة. فيها حاجة كده مختلفة عن أي مستشفى دخلتها قبل كده. ريحة المطهرات فيها كانت فظيعة جدا. استنيت كتير حد يجي لدرجة إني حسيت بالملل. فقررت أقوم من على السرير، ومع أول حركة ليا حسيت إني هقع، بس حاولت أمسك نفسي. طلبت طولي ومشيت في الأوضة لحد ما وصلت للشباك، وبصيت منه على الشارع. ما كانش فيه قدامي مباني ولا بيوت خالص. استغربت قوي وحسيت بالخوف. امال بيتنا راح فين؟ انا فاكره كويس ان بيتنا كان قدام المستشفى. بدات احس بالتوتر. المكان ده فيه حاجه غريبه. كنت دايخه والصداع مفرتك دماغي، وحسيت بألم جامد في كل جسمي. عظمي كان مكسر، كنتش قادر اقف. رجعت قعدت على السرير وانا بسأل نفسي سؤال واحد: انا فين؟ فجأة الباب اتفتح ودخلت منه الممرضة. ضحكت في وشي وسألتني عاملة ايه يا عدن؟ شاورت لها بإيدي على الشباك وقلت لها أنا بيتي المفروض يبقى هنا في وش المستشفى، بس لما بصيت من الشباك ما لقيتش أي مباني. انت أكيد قصدك على الناحية التانية يا عدن. المكان ده لسه ما اتبناش. عامة أنا جيت أبلغك إن الدكتور هيتأخر شوية. تحاولي ترتاحي وما تجهديش نفسك، لأن أي حركة أو مجهود هيتعبك. انت ضغطك كان واطي وعملنا المستحيل عشان نظبطه. ساعدتني افرد جسمي على السرير، وبعدين شدت الملاية عليا وطلبت مني انام شوية عشان الدوخة تروح والتعب يقل. قفلت الشباك وخرجت وشدت الباب وراها. الأوضة بقت ضلمة. حسيت ان الجو بدأ يبرد حواليا، وكانت البرودة بتزيد مع الوقت لدرجة ان جسمي كان بيتنفض. بصيت على الحيطان بس مفيش تكييف في الأوضة. امال الساعة دي جاية منين؟ احنا المفروض في الصيف. حاولت اغمض عيني وانام،
كنت حاسة إني بموت وروحي بتتسحب مني ببطء. فجأة سمعت صوت حد بيصرخ. كان صوت واطي وبدأ يعلى بالتدريج. مش حد واحد اللي بيصرخ، لأ، في أكتر من حد وكلهم بيصرخوا في نفس الوقت. بلعت ريقي بصعوبة وفي وسط الدوخة اللي كنت فيها. قمت وقعدت على السرير، ركزت مع الصوت واتأكدت منه فعلا. كنت خايفة وعايز أخرج. دوست على الزرار اللي جنب السرير عشان حد يجيلي، وفعلا بعد كام دقيقة الممرضة دخلت الأوضة. قمت عشان أنزل من على السرير. قربت مني وسندتني وحاولت تهديني. صرخت وأنا بقول لها: أنا عايز أخرج من هنا، عايز أمشي. وفجأة حسيت بشك وفقدت الوعي تدريجيا. كنت حاسة إن في حاجة غلط، يا ريتني ما نزلت من البيت. أنا ما كنتش قادرة أفتحها. أنا كنت ماشية في ممر طويل، النور بيرعش وأوقات بيقطع ويرجع بعدها بثواني. كنت حاسة ببرودة في المكان. كان على يميني أوض كتير عليها أرقام فردية، وعلى الشمال حيطة كبيرة من الإزاز ووراها أوضة عمليات كبيرة. كان فيها ظل بيتحرك بهستيريا وبيكسر وبيخبط في كل حاجة جوه. ركزت معاه لحد ما اختفى في ركن من أركان الأوضة. واضح إن الظل ده محبوس هنا. بس ثانية واحدة، هو ده ظل مين؟ هي الأفلام اللي بتفرج عليها أثرت عليا ولا إيه؟ كملت في الممر لحد ما وقفت عند أوضة رقم 13، ولقيتني لا إراديا بمد إيدي على الأكرة وبفتح الباب. وبمجرد ما قربت الباب، الشخص اللي كان جوه صرخ، فاتنفضت وقفلته بسرعة. الكام ثانية دول لمحته واقف جنب الشباك. ما كانش على السرير، كان بيخبط دماغه وإيديه في الشباك. معقولة هو ده الشخص اللي كنت بشوفه من أوضتي؟ فجأة حسيت بحد بيضربني بالقلم على وشي. فتحت عينيا وشهقت كأني كنت هموت ورجعت للحياة. بصيت حواليا لقيت الممرضة بتبتسم لي ببرود وبتقولي: الدكتور جاي يبص عليكي. هزيت دماغي بالإشارة بالموافقة، وبعد دقيقتين دخل الدكتور. شاور للممرضة تقيس ضغط دمي وفضل واقف يتابع لحد ما قالت له إن الضغط لسه واطي شوية. بدأ يكشف عليا عادي وسألني: هو أنتي بتاخدي أي أدوية ممكن تكون ملخبطة الضغط عندك؟ أيوة، ماما ادتني قرص مهدئ عشان كان بقالي فترة ما نمتش. فاكرة اسمه؟ تقريبا لكسته حاجة، مش فاكرة قوي. تمام، هتفضلي هنا يومين تحت الملاحظة معانا عشان الدواء ده موطي ضغطك ومؤثر على نشاطك الحركي شوية. طيب معلش استأذن حضرتك في تليفون اكلم ماما عشان هي اكيد قلقانة عليا دلوقتي. شاور للممرضة وقال لها: خدي رقم والدتها واطلعي كلميها بره وطمنيها عليها. للأسف احنا منعين الزيارات هنا، بس هي هتبلغ والدتك بكل حاجة وهتطمنها. هزيت راسي بالموافقة وبصيت للممرضة اللي طلعت قلم من جيبها وشدت ورقة من على الكومودينو اللي جنبي وكتبت الرقم. وقبل ما تخرج وقفتها وقلت لها وانا وشي في الأرض إني جعانة. بصيت لي وضحكت ببرود وقالت لي: كمان ساعة، الأكل هنا بيتوزع بمواعيد. خرجت وقفلت الباب وراها. فضلت أفكر في الحلم اللي شفته لحد ما الباب خبط ودخلت ممرضة تانية حطت الأكل قدامي. بدأت آكل ومن الجوع مركزتش اللي كنت باكله ده يبقى إيه، لأن فعلا كنت ميتة من الجوع. بس بعد كام معلقة بدأت أحس طعم الأكل غريب شويتين. أنا عارفة إن أكل المستشفيات ما بيبقاش مسبك وملحه بيكون خفيف، بس الأكل ده كان حراق زيادة عن اللزوم. وما كانش فيه شوربة، لا دي كانت صلصة خفيفة ملهاش طعم. خلصت أكل وأنا حاسة بقرف في معدتي. على قد ما كنت جعانة على قد ما ندمت إني كلت، وإحساس إني عايز أرجع كان ملازمني، مش قادر أتخلص منه. قمت أتمشى شوية عشان معدتي ترتاح وبطل تفكير في طعم الأكل ده. فتحت باب الأوضة وخرجت. شفت طرقة طويلة كنت ماشية فيها وحاسة إني شفتها قبل كده. اللي هيحسم الموضوع ده الأرقام اللي على أبواب الأوض. اتصدمت لما لقيت الأرقام فردية فعلا. بصيت على شمالي، كل حاجة برضو كانت زي الحلم. فضلت مركزة عشان أشوف الظل، بس ما كانش موجود. قربت بهدوء من أوضة رقم 13. كنت خايفة أفتح الباب بتاعها، لكن صوت غريب كان بيهمس في عقلي وبيقول لي: افتحي الباب، افتحي الباب وادخلي. فتحت الباب زي المتخدرة، فتحته على آخره وفضلت واقفة مش مستوعبة المنظر.
الدكتور الدكتور اللي كشف عليا من شوية كان واقف بيخبط دماغه في الشباك. دماغه كانت بتنزف دم. لما حاولت ألحقه معرفتش، كأن في حاجة منعاني أدخل الأوضة. فضلت أصرخ وأطلب النجدة بس محدش رد عليا ولا عبرني. فتحت الأوضة رقم 11 عشان أستغيث باللي فيها يلحقه أو يضغط على الزرار اللي جنب السرير فالتمريض يجي. لكن كان في حاجة منعاني أدخل كل الأوض، كأن في حاجز مش شايفاه بيني وبينهم. ما حسيتش بنفسي غير والممرضة بتشدني من كتفي. وشها كان مرعب. شدتني لحد ما دخلتني الأوضة وزقتني جوه، وبعدين قفلت عليا. وفجأة حسيت بحاجة دافية بتنزل من مناخيري. حطيت ايدي عشان اشوف في ايه، لقيت دم. مناخيري بتنزف دم. بدأت احس بتنميل في جسمي كله وكأن في حد بيشد عيني من مكانها. فردت جسمي على الأرض وأنا بقاوم النوم، وسرحت في دفء أوضتي وسريري، حضن أمي اللي بشوفها كل كام يوم. يا ترى فعلا الممرضة كلمتها ولا طنشت؟ أسئلة كتير ملهاش إجابة كانت بتدور في دماغي. معرفش أنا بقالي كام يوم هنا. الليل زي النهار، الوقت طويل جدا وما بيعديش. لما فتحت عيني كانت الممرضة واقفة قدامي بابتسامتها المستفزة ولبسها الأبيض. بس أنا أول مرة كنت ألاحظ إن وشها بهتان، وحوالين عينيها هالات سودة، وجسمها فيه آثار لكدمات كتيرة. بيني وبين نفسي كنت بقول ربنا ينجزها اللي يصطبح بالسحنة دي كل يوم. أكيد هو اللي مبهدلها كده، بس إزاي؟ ده جسمها مليان قوي. هي دي في حد يقدر عليها؟ فقت على صوتها وهي بتقول بصوت تخين: دكتور حازم مستنيكي تحت في الاستقبال، قومي يلا معايا. ما ادتنيش فرصة ان اخد اي رد فعل. كانت بتتعامل على انها روبوت بينفذ الاوامر. شدتني من دراعي، نزلنا دورين على السلالم وهي بتجرني وراها. وقفت قدام اوضة الاستقبال ودخلت وانا برتعش. كانت الممرضة ماشية ورايا بتزقني. شاور للدكتور اقعد على الكرسي وبدأ يسألني على شوية حاجات ليها علاقة بحياتي، زي مثلا هل ليا صحاب وبخرج معاهم بشكل دوري ولا متقطع. أسئلته كلها كانت غريبة وتخوف. كنت حاسة إنه بيستدرجني في الكلام عشان يجمع عني معلومات. سألته بعد ما خلص: هو أنا هخرج من هنا إمتى؟ الممرضة ردت عليا بتريقة وقالت: تخرجي؟ قالتها بنبرة جمدت الدم في عروقي وخلتني غصب عني أعيط. بس الممرضة وطلب منها تجيب لي كوباية ليمون بسرعة. وبعد ما مشيت مد ايده في درج المكتب اللي قاعد عليه وخد كارت وكتب عليه توصية لدكتور تاني اسمه مازن، واداني الكارت وقال لي: حاولي تخبيه في هدومك، ولو خرجتي روحي على العنوان اللي في الكارت وانتي هتفهمي كل حاجة، وبلغي دكتور مازن سلامي. دخلت الممرضة بالكوباية، فشاور لي من غير ما تاخد بالها اني مشربش العصير. طلب مني امدد على السرير وبدأ يكشف عليا. فأول ما خلص وجه كلامه للممرضة وقال لها: تخرج النهاردة. الممرضة بصت له باستغراب: ما ينفعش تخرج، قصدي ما ينفعش تخرج وهي لسه تعبانة. أنا الدكتور هنا وأنا اللي أقول تخرج ولا لأ. ما ينفعش يا دكتور حازم إن أخرجها، دي أوامر. بكرة 7 يوم ليها هنا، يعني خلاص الموضوع محسوم، محدش هيوافق. طيب أنا هوريكي لما قلت تخرج وتعترض هعمل إيه. مسك إيدي وشدني جامد وخرجني من الأوضة ومن المبنى كله لحد ما وصلنا للبوابة الحديد بتاعة المستشفى. عيني كانت بتلمع ومليانة دموع. فتح البوابة وزقني بإيده برا المستشفى وقفل الباب. وقعت على الأرض. كنت حاسة بدوخة فظيعة وإن جسمي كله كان بيتكسر. رفعت راسي عشان أقوم وأعدي الشارع. لفت نظري دكتور حازم اللي كان فيه 2 لابسين أسود بيجروه عشان يدخل المستشفى غصب عنه. ما قدرتش أقوم من مكاني. الصداع اتملك مني، ما بقتش شايفة أي حاجة. وفجأة كل حاجة ضلمت قدام عيني. كان في إحساس غريب مش قادر أفهمه. صور غريبة بتعدي قدامي وأصوات كتيرة في دماغي. مواقف حصلت لي بتتعرض قدامي كأنها فيلم. مرة واحدة حسيت بخبطة جامدة في كل جسمي. فتحت عينيا، كنت في أوضتي. أيوة، ده سقفها، أنا حافظاه. دماغي كانت تقيلة قوي. حاولت أحركها من على المخدة لكن ما قدرتش. مش مهم، أهم حاجة إني خرجت من المستشفى ورجعت البيت. ثانية واحدة
أنا رجعت البيت إزاي؟ يمكن حد شافني مرمية في الشارع وبلغ أمي. فضلت أنادي عليها بس ما كانتش موجودة تقريبا. ده إيه اللي بيأذن ده؟ أنا الفترة اللي قعدتها في المستشفى ما سمعتش أي أذان جاي من بره. فضلت قاعدة مكاني لحد ما سمعت صوت باب الشقة بيتفتح. بعدها لقيت أمي داخلة الأوضة، وأول ما شافتني سألتني: نمت كويس يا حبيبتي في الساعتين دول؟ رديت عليها بتعجب: ساعتين؟ أيوة يا عدني ساعتين، ساعتين ونص بالظبط. إزاي؟ هو إيه اللي إزاي؟ أنا سبتك ساعتين ونص بس وقلقت عليك عشان شكلك كان تعبان قبل ما انزل، فقلت اجي اطمن عليك. ماما انت اديتيني قرص مهدئ قبل ما تنزلي صح؟ ايوه يا حبيبتي، عشان ما نمتيش طول الليل وكنت بتشوفي كوابيس وبتصرخي. طيب هو ممكن يعملي تهيؤات، يعني يخليني اشوف حاجات مش موجودة؟ لو جسمك مش مستحمل المادة الفعالة اللي فيه ممكن يعمل كده واكتر كمان. اتنهدت بنفس صبر، يعني كل اللي عشته ده كان كابوس. احساس صعب قوي، بس الحمد لله اني فقت. قررت ادخل اخد شاور وطلبت من امي تجهز لي اكل عشان كنت حاسه اني جعانه جدا. دخلت الحمام وقعدت على حرف البانيو وفتحت الميه. بدات اقلع هدومي، لفت نظري حاجه وقعت من كم التيشيرت اللي كنت لابساه. وطيت على الارض ومديت ايدي وخدتها. ايه ده؟ ده نفس الكارت اللي الدكتور حازم اداهولي في المستشفى. يعني ايه؟ يعني ده ما كانش كابوس؟ انا دخلت المستشفى فعلا، لبست التيشيرت اللي عليا تاني وخرجت من الحمام. دخلت اوضتي ووقفت قدام باب البلكونه وانا بنهج. فتحت الباب مرة واحدة ووقفت مصدومة. المستشفى زي ما يكون عدى عليها سنين، لونها بهتان قوي وبوابتها الحديد مصدية، والجنينة اللي جوه كان مرمي فيها زبالة. عارف اما حد يخبطك على دماغك وتحس انك مش فاهم حاجة من اللي بيحصل حواليك؟ انا كنت عايز افهم فين الحقيقة وفين الكابوس. ايدي اتمدت على كتفي وانا واقفة سرحانة في مبنى المستشفى. اتخضيت واتنفضت. بصيت ورايا بسرعة، لقيتها امي. الاكل جاهز يا عدن. ماما، هي المستشفى دي بتاعت ايه؟ دي مستشفى امراض عقلية. تعرفي عنها حاجة تانية؟ لا، ما اعرفش غير انها مقفولة من سنين. يعني احنا لما جينا هنا كان شكلها مبهدل كده؟ يا عدن كانت كده، في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش، يلا ناكل قبل الاكل ما يبرد. بعد الاكل دخلت الحمام وخدت شاور، ودخلت اوضتي. حطيت الكارت قدامي. هو ده مفتاح اللغز كله. لازم اروح العيادة دي بكرة الصبح وافهم ايه اللي بيحصل، ومين حازم ده. استنيت لحد ما امي نزلت شغلها وبعدين نزلت. وصلت العيادة، ما كانتش لسه فتحت. قعدت على السلم لحد ما في شاب طلب مني يعدي. وقفت قدامه وانا مش عارفة اجمع كلامي. مسكت كم الجاكيت بتاعه. دكتور حازم، انا مش فاهمة اي حاجة من اللي بتحصل حواليا. هو انا مجنونة يا دكتور؟ افندم، انا مازن مش حازم. هو حضرتك ليك اسمين؟ لا، انا مازن، حازم يبقى اخويا. بعدت عنه وحسيت بالاحراج، بس هو شبهه قوي. اسفة، انا افتكرتك هو علشان الشبه. ولا يهمك، احنا اصلا توأم. بس حازم، انا محتاجة اقابل دكتور حازم ضروري من فضلك. كان بيفتح العيادة، وقف ورجع بصلي وقال لي: افندم، محتاجة رقمه او مكان عيادته اللي بيشتغل فيها دلوقتي؟ في حاجات كتير عايزة تفسيرها منه. انت كنت حالة متابعة معاه؟ لا خالص. فتح الباب ودخل، فدخلت وراه ومديت ايدي ليه بالكارت وقلت له: اهو لو مش مصدقني، هو اللي كتب لي على الكارت بايده. مد ايده وخد الكارت ومسكه بايديه اللي كانت بترتعش. عينيه دمعت وسألني: اسم حضرتك ايه؟ اسمي عدن النجار. الكارت ده بتاريخ النهارده. ايوه، هو اللي كاتبه بايده. انا عارف ان ده خطه، بس في مشكلة. ايه هي المشكلة؟ حازم ميت من 4 سنين. لا طبعا، انا شفته في المستشفى وقابلته وكلمته، هو اللي ادالي الكارت بايده. المستشفى مقفولة بسبب الحادثة اللي مات فيها حازم من 4 سنين. يعني المستشفى مهجورة أصلا. ما كنتش مستوعبة حاجة من اللي بيقولها. عقلي ما كانش مجمع. هو في إيه؟ إزاي حازم ميت وأنا شفته؟ وإزاي المستشفى مهجورة وأنا دخلتها؟
طبطب عليا وناولني كوباية مية وقال لي: الحاجة الوحيدة اللي مخلياني مصدقك الكارت ده. احكي لي بالتفصيل اللي حصل معاك يا أنسة عبد. كان مركز جدا في كل كلمة قلتها، وبعد ما خلصت هز راسه وقال لي: كده نقدر نقول إنك كنت هتموتي فعلا، بس رجعت تاني للحياة بسبب حازم أخويا لما طردك من المستشفى. طب والمستشفى إزاي مهجورة وفيها حياة جوه؟ أنا شفت اللي فيها بعيني. يوم الحادثة ناس كتيرة ماتت، ممكن تكون دي مجرد أرواح معلقة وكانت هتتغذى على روحك وتسجنها معاهم، لكن حازم ضحى وخرجك، لأن معنى كلامك إنه هيتعرض للعقاب عشان كسر قوانين المستشفى. أنا مش مستوعبة حاجة من اللي بتحصل لي. انتوا خدتوا تجربة أشبه للإسقاط النجمي بسبب الحباية اللي خدتيها، بس ربنا كتب لك عمر جديد. أنا عارف إنه صعب تخرجي سليمة من اللي عشتيه، لكن أوعدك هفضل جنبك وأكمل اللي أخويا بدأه معاكي، هوصلك لبر الأمان، فبلاش تخافي وتتوتري. اتفقنا على ميعاد تاني نتقابل فيه عشان نشوف هيعمل معايا إيه. خرجت من عنده وأنا حاسة إني تايهة. كلامه صدمني، مفيش حاجة اتحلت وما اطمنتش. كلمت بابا وطلبت منه أروح أقعد معاه، أنا مش هقدر أرجع البيت تاني، وفعلا قال لي أركب عربية وهو هيستناني. رن موبايلي بعد ما قفلت معاه ولقيت أمي هي اللي بتتصل عليا، طلبت مني أرجع البيت فورا. أنا كده كده هرجع عشان أخد هدومي وأسافر عند بابا. حاجة جوايا كانت بتقولي لأ بلاش ترجعي، وفي آخر لحظة قررت مرجعش البيت. طول الطريق للمدينة اللي أبويا قاعد فيها كنت شايف حازم قدامي، هو صاحب الظل اللي كنت بشوفه بيخبط بإيده وراسه على إزاز الشباك. وبكده تكون خلصت القصة. شكرا ليزا زغلول، وبشكر الناس اللي وصلوا معايا لحد هنا، واتمنى تكونوا استمتعتم بالحلقة. ويا ريت ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وكومنت وشير، ولو انت مش مشترك عندي في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.